على البحيرة، يذبحون خروف ويشوه وهيك أشياء. فهناك تصور الملك، أخوي صور الملك بالسينما، ما يريد يعني عقال هذا الكلام بس إحنا نفتهمه. نعم، كأنما كلمة سر. سر، هي سر نعم. قالها. فهو من قال هيك أنا فرحت، تركته للجندي وطلعت أركض. أقول له إحنا نسمي أخويا سيدي. ركضت لدرجة سيدي ما كنا نعرف وين احنا، ما نعرف وين راح، اختفى بس. فسيدي بالحبانية، سيدي بالحبانية هيجي. قال لي الجندي ان الورقة هيجي مكتوب بيها. وظلوا هذول الليل كله يدوروا راح يطلع من جوا القاع بالسينما. يعني مش منتظرين انه بالتورشات بلاك اوت، كان اكو بالبلد بلاك اوت، ما يقدر يشعلوا الأضوية، فبالتورشات يباعون ورا السينما راح يطلع من هناك. ما افتهموا، بس احنا افتهمنا، وهو أخويا عرف انه راح نفتهمنا. هي الصدر يجي كل تقريبا يومين يحكي ويا أختي ويتفاهمون على أشياء. وإجوا قبل جو جماعة، مو محمود سلمان، يخجل يمكن يجي محمود سلمان بعد ما كان مرافق للملك غازي، وكان علم أخويا يركب خيل وكل هذا. ما دا يجي، ودزه وغير ناس. عبد القادر القيلاني كان شو اسمه مو تشريفات شو اسمه ديوان، بالديوان. افتكر. نعم، ديوان الملكي. فحاول هواية انه اختي تصير ويا رشيد عالي. مو معقولة أختي تخون أخوها اللي يعبد ابنه، يحب فيصل بدرجة يمكن أكثر من ابنه. فكان يجي يحتون، فقالت له حاولون يدزونه خارج لتركيا آخر أيام. أنا أروح ولا ما أروح؟ الملكة تسأل السيد الصدر. قالت له هذا محبسي، إذا شفته بإيد العبد وصل الله إنه مني أنا، لا تحسب ده يكذب. فدزته قالت له روح قول راح ياخذونا، نروح ولا ما نروح؟ فراح اجى وصل له هذا الولد قال يقول روحوا. بعدين بعد ما كل شيء انتهى قال انا قلت له ما لا تروحوا. ما اعرف من دا يكذب. بعد ما رجع اخويا بعد ما اهتمينا نسال منو قال روحوا ومنو ما قال لا تروحوا. فطلعنا احنا بعدين، هي قصص طويله، شهر وشويه صار. الحرس هذول لابسين ثياب صفر، ما اعرف يقولون مو كاكي، يفترون داير البيت، احنا مسجونين تقريبا تحت الإقامة الجبرية. ايه. نعم. بس بيت عمتي صالحة بالكرادة يم اوتيل بغداد، كان بيت الوزير السعدون الله يرحمه، انتحر. عبد المحسن السعدون. ايه نعم. هناك هو بيتها هناك. فهي مسموح لها تروح وتيجي. فأنا وأختي عالية سوينا، رحنا أن رايحين بيت عم صالح. هي متقطعة الحكاية اللي أحكيها، لا مو متسلسلة ورا. كان قبل أخويا لا دز المكتوب هذا يقول أنا بالحبانية. نحن تشوشنا ما نعرف وين. قررنا نروح سندرسن نسأله. ركبنا السيارة، واحدة من السيارات مو الكبار، إلى بيت عمتي. ومن هناك ركض، ما حكينا وياه، فكينا الباب. هي عندها حديقة خارجية إلى الشارع تساعدون. من هناك طلعنا أنا وهي. أختي ما تعرف، هي ملكة ولا تعرف شوارع بغداد وهذا، أنا شوية أفتهم. طلعنا من هناك ووقفنا على الشارع السعدون، شفنا عربانة ركبناها، قلنا لها للعربان ودينا المستشفى الملكي. رحنا إلى المستشفى الملكي، نزلنا هناك. كان اكو واحد واقف هيك عند المستشفى، نائب ضابط طبعا، دا يباوع بينا هوايه، لان احنا مقبعين وبوتشيه وهذا. ما فتنا للمستشفى، مشينا الى شارع عسكري وبيت سندرسن.
فتنا سندرسن، طلع لنا الصفرج الهندي، قلنا we want the doctor please quickly. اجت سندرسن سألناه، ما أختي قالت له أنا أريد أعرف وين أخوي، قولوا لي وين، ما دا أعرف وين. قال أنا أسأل، أنا ما أعرفهم. هم بعدهم ما حرقوهم ولا طردوهم للسفارة، كل الإنجليز راحوا للسفارة البريطانية. وهناك رجعنا مشي، وهذا كان تقريبا تبعنا الولد هذا إلى بيت سندرسن، وبعدين اختفى. هل هو ده اشتبه من شيء، أو قال هذول النسوان ليش وقفوا هنا وراحوا للسندرسن، أو يمكن قال ما يريد يدفع فلوس زايد والله شيء. فرجعنا بالعربان هم إلى بيت عمتي، ومن هناك ركبنا السيارة ورجعنا لقصر الزهور. فقلنا لأمي وكل باقي ما يعرف سندرسن وين هو. وبعدها دز الرسالة هذه اللي بيها السينما، نونو أخذت صورة نونو هناك. احنا نسيت نسميه نونو مرات، ممكن الطفل يسموه بالحجاز نونو. كيف يعني هاي الغمامة كيف بدأت تتبدد في نظركم أنتم وأنتم تحت الإقامة الجبرية؟ كيف يعني بديتوا تخرجون من هذا المأزق؟ شوية شوية من جو، فجأة صارت. أول جابوا الشرف سووه وصي يومها فد يوم، مشاكل يجونهم، هم يحاولوا أن أختي تكون وياهم. أختي تريد، فأنا أسمعها، هي قوية هي مثل الرجال، أسمعها أنا ننزل جوا وياهم. أنا ما أقول لك وين أخويا، ما أقول أنا ما أعرف أخويا وين، ولا أقول لكم أنا وين. إذا أعرف أخويا وين ما أقول لكم. الدب الجهة يجي ويا هذول اللي يجوا من عند رشيد علي، ما يجي يستحي. هي ما أدري يدزون الناس، ما أدري نسيتها، قديمة صارت وما أهتم بعد برشيد عالي وإشكالها. هيك صارت. وجابوا فد مرة طلبوا غراض أخويا، وجو ضباط ويفكون جنط وحدة وحدة يشوفون إذا أكو رسائل أو شيء ببطن الهدوم. ما نعرف إحنا، لا الراديو يحكي مالهم والإذاعة وكل، إحنا ما حدا يجينا، ممنوع، لا نساء ولا صديقات، بس عما صالحة تروح وتجي من بيتها. كيف كان لقائكم بعد أن رجع الملك إلى العراق؟ كيف كان لقائكم الأول؟ إحنا رحنا الأربيل، ودونا الأربيل، نزلنا من هناك. هاي أنا ما قلتها، ونزلنا بالمحطة. وين بالقطار؟ صار بعيد، أنا ما أتذكر هالقد صار. أختي كامشة قبعة بعباية بوشية وماسكة ابنها، لأن ما عندنا رجال، إحنا ما ويانا كلتنا نسوان، ماسكة الملك بإيدها. ونزلنا بالقطار والمحطة مشينا، وهي كامشته وأنا وراها وخواتي وراها وأمي وراها وكلتنا. فشفت بعيني هذه رجال يبكون والله العظيم على منظر أختي كامشة ابنها، وما عنده ولا رجال ولا شيء، يبكون بدموعهم يعني، مثل الواقفين بالمحطة ناس عاديين، لا وزراء ولا شرطة ولا شيء. فركبنا السيارة ورادوا يودونا، يقولون إنه لتركيا أو شيء، بس هم ما صدقوا يتهربون، وين يودونا نحن لتركيا؟ معقولة؟ الملا شو اسمه رحمة الله عليه قال لا، عصبيهم، قال هذول عندي الملك والعائلة ما أخليهم يطلعون من بيتي، هو عنده بيت خارج القلعة، بستان وبيت، نزلونا هناك.